لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. مركب محمد الخامس أمام هذا الحضور الجماهيري الكبير لأنصار نادي الوداد الرياضي. محطة مهمة من محطات دوري أبطال إفريقيا، ذهاب نصف نهائي المسابقة، واللقاء الذي يجمع بين الوداد الرياضي وماميلودي سان داونز بعد ما تابعنا لقاء الأمس بين الأهلي والترجي الذي انتهى بثلاث أهداف مقابل لا شيء. وبتم يراوغ ناجم، مرة وناجم، دخل وناجم، عن ماذا يبحث ناجم؟ عن ماذا يبحث عنه ناجم؟ صعب على نفسه المهمة. اليمنى مايما بوليسامبو يضغط في نهاية المطاف، الكرة تخرج مباشرة إلى رمية جانبية. الحكم انطلاقة العملودي من الجهة اليمنى، العملود العرضية والتدخل من الدفاع. ضغط الودادي مع بداية المباراة، العملود والنزعة الهجومية، العملود تنفيذ هذه الركنيه، يرفع على القائمه الثاني وبالراس، ولكن هنا حارس المرمى بعد ذلك ويليامز فريق اخر عنده اقوى هجوم، وناجم يرفع كره وناجم، ولكن ويليامز في المكان المناسب. ويليامز الشالوليلي، يجب الحذر من الشالوليلي، هذه صعبه الهدف الأول حذاري من شالوليلي، يسجل أول أهداف الماميلودي سان داونز في هذه الأثناء. ضربة قوية يتلقاها دفاع نادي الوداد الرياضي. شالوليلي حذرت منه. يبدو بأن فيها التسلل، والحكم لحسن حظنا نعم، شالوليلي كان في وضعية التسلل هنا من الوهلة الأولى. كان واضح بأن شالوليلي كان 16 لما فازوا على الزمالك، بينما التسديدة ضعيفة، ولكن المطيع في المتابعة. المطيع يتابع هذه الكرة في وقت كنت أتكلم فيه عن مسار السان داونز وطموحات السان داونز للوصول إلى خسر أوناجم. الآن الوداد أصبح يخسر كرات بسرعة. هنا أمين يؤمن الدفاع، والحكم الغاني يشير إلى وجود خطأ في هذه الأثناء. ضربة حرة لفائدة نادي ماميلودي سان داونز. رجي في رادس، هنا تلعب الكرة الأمامية بالراس، المتابعة من يوسف المطيع. يوسف يأتي لليسرى لفائدة ماميلودي. الفئة لمسة يد في هذه اللقطة مشاهدينا الكرام. الحكم الغاني المخرج يركز على الحكم الغاني. هذه الإعادة هنا يسرى سيف الدين بوارا في تدخل في هذه اللحظات. الكرة الأمامية، تغطية من أرسن زولا، تترك مباشرة ليوسف المطيع. اللي خذا ثقة كبيرة خاصة بعد حكم التدخل من مبولي أمامية فقط إلى المطيع في نهاية المطيع. بعد ذلك بوطويل، حذاري من هذه الكرة. أرسن زولا لا زالت صعبة، مرة جانبية، وناجم يمر، وناجم يسدد، مرت عالية محمد وناجم يطلب ركنية في هذه اللحظات. الكان من الأجدر القيام بالمراوغة يا أونيليا. ما يمرش يا زولا، غير معقول كيف يتم ترك هنا الحرية وإعطاء المجال والمساحة ناحية لاعب العملود. ينسر العملود والرجوع لموكوينا يقطع كرة اللاعب العملود. فكرة ممتازة من الجعدي لما ناجم مرة أخرى يعليها أوناجم وبالراس. ويليامز يخرج، الرجعة ودادية مرة أخرى، غطى عليه أمين، ولكن في نهاية المطاف الكرة توبة وناجم. سوء تفاهم بين أوناجم وكذلك يحيى جبران. الحكم صفر خطأ وكارت أصفر مجاني بالنسبة للناجم في هذه اللحظات. سان داونز خطير في هذه اللحظات، والمطيع يتابع الكرة. هذا هو سان داونز، لا تنتظر هذا الفريق يتراجع إلى الخلف. هذه ليست من مبولي، يتقدم اللاعب موكوينا يسدد، لكن المطيع في المكان المناسب. المطيع يتابع هذه الكرة دون عناء، يسيطر عليها. شوف الإعادة، ناجم مضايق وناجم في مسك، نعم في مسك، وعلى ما يبدو في إصابة لأحد المدافعين إثر التدخل. هي لا البقية إما وسط ميدان، إما جناح، إما رأس حربة. يعني نتكلم على مؤيد اللافي والمترجي وبوصو فيه ماذا؟ فيه فار في اللقطة الماضية. يستحق البطاقة الحمراء، بطاقة حمراء فعلا، كارت أحمر في هذه اللحظات. مايما سيخرج، وهذا منعم يرفع هذه الكرة بالراس.
ركنية دي أخطر كرة ودادية، أخطر كرة ودادية. ويلا هنا رضا الجعدي، الراسية غير معقول، الراسية غير معقول. زولا كذلك جبران كذلك أمين، 4 لاعبين داخل منطقة الجزاء. لا زالت صعبة العرضية. شوف الساندانس حتى ب10 لاعبين يهاجم، حتى ب10 لاعبين لازال يبحث عن الهدف. أمين أبو الفتح يتدخل وبالتالي الكرة تمشي مباشرة إلى الجانب. هذه الإعادة صعبة، هذه الكرة ما يسددش خطيرة، بعيدة تماما، بعيدة تماما هذه الكرة عن مرمى المطيع. يا ساتر استر، يا ستار استر. في لقطة في لقاء ذهاب النصف النهائي، أرسن زولا يا أرسن ويليامز بعد ذلك يتابع هذه الكرة. في هذه الاثناء سقوط احد اللاعبين، في هذه الاثناء الحكم يصفر خطا، لكن يجب ان نطمئن. لعب الضربه الحره، مرفوع على الكره، سامبو سدد سامبو، الكره مرت عاليه تخرج مباشره. بولي سامبو يلعب لزوير، الحكم شافها لمسة يد على زوير المترجي، وبالتالي ضربة حرة لفائدة ماميلودي. هذه كرة أمامية بالكعب يتم تحضيرها، والركنية الأولى للساندانس في هذا الشوط الثاني. هذا ما قلت في الجولة الأولى. هذه تاريخيا أعطانا أسماء كبيرة لعبت في أوروبا. بولي سامبو في خطأ وكرت أصفر في هذه اللحظات. يلا يا شباب، الكرات الثابتة مهمة جدا. هذه تسديدة، خليها لزهير يا يحيى، هذه الكرة وصلت على عادة مجددا. وحده بولي في شد عضلي. بولي سامبو، وهذا يخلينا نشك بخصوص مواصلة هذه المباراة. هنا الإعادة، تدخل الماضي، مترجي، جول غير معقول يا مترجي، غير معقول. هذه هدية أتتنا من دفاعات الماميلودي ساندانس. كرات مثل هذه أمام الساندانس لا تضيع يا زهير. الضربة الراسية، لو كان سامبو في هذه الكرة، لو كان بولي سامبو في هذه الكرة، لكن ماذا أقول؟ يعني نبقى نعاود لو يعني قدر الله ما شاء فعل. سامبو أصيب، خرج الآن مرحلة المجموعات ومرحلة خروج المغلوب، لأنه بركان عودتنا أنها تكون في الكونفدرالية. نتمنى العودة لهذا الفريق إلى الكاف. وناجم فيها عرضية، فيها راسية ممكن، ولكن ويليامز يتابع في نهاية المطاف. تقديراته دائما جيدة أمام مهاجمي فريق الوداد الرياضي. إليكم موعد مباريات البطولة الاحترافية الجولة 26 يوم السبت 20 ماي 2023. أولمبيك أسفي يستقبل حسنية أكادير على الساعة 6 مساء. المغرب الفاسي يستقبل اتحاد توارقة على الساعة 8 مساء، فكونوا في الموعد.